بس ممكن تدينا فكره دلوقتي السلام عليكم. السلام عليكم. ما تدينا فكره على الاسعار كده النهارده؟ السلام عليكم. دي قناه زراعيه اهوت وعاوزين فكره على الاسعار كده. معلم دول هيديك الفكره. هو البيع بالوزن ولا؟ السلام عليكم الاول. لا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرف حضرتك كده بالنسبه للمشاهدين كده، اسم حضرتك كده. اسمي محمود الحو، مركز عطور غربيه. يا اهلا بحضرتك. الله يخليك. بالنسبه لمستوى الاسعار عن السوق اللي فات، يعني الاسعار قلت ولا زادت؟ لا، الاسعار زادت عن السوق اللي فات. الاسعار زادت على السوق اللي فات. على السوق اللي فات زادت 1000. زادت 1000 ب 10500. ب 10500 لسه كسر 4 ما ضنتش لسه. دي 10500. 50 كيلو لحم. 50 كيلو. 50 كيلو لحم. 50 في 300 ب 12 ب 15000. 15000. اه يعني الاسعار بتزيد. الاسعار بتزيد. طب متوقع باذن الله السوق الجاي، طبعا في السوق برضه قبل العيد، السوق الجاي قبل العيد الاسعار هيبقى اعلى برضه. هيبقى اعلى ان شاء الله. هيبقى اعلى ب 1000. طب الافضل بالنسبه للي واحد نازل يشتري وما عندوش خبره، يشتري بالوزن ولا يشتري كده بالوزن؟ يشتري وزن بالوزن اضمن له. اي طب الكيلو الجايم بكام؟ يعني مثلا لو بيشتري الكيلو الجايم بكام؟ والله القايم في الذكر ب 150 وفي النتاب 140. يعني اي نوع طبعا. الانواع ايه بقى؟ اللي هو الاوسيمي والبرجي كله زي بعض. كله زي بعض. الذكر اغلى يعني. الذكر اغلى. ايوه الذكر هيفرق عن النتاب 10 جنيه في الكيلو. الذكر ب 100 وكام؟ تقول بكام؟ الذكر ب 150. 150. النتاب 140 وب 145. 145. لبنيه زي دي كده ب 145 جنيه. ب 145 يعني لو هيوزنها حي كده ب 145. 145. طب انت يعني لو واحد نازل وما عندوش خبره تنصحه بايه هو نازل بقى يشتري من السوق؟ والله انصحه يشتري بالكيلو. بالكيلو. ممكن مثلا يوري الفتحه للنبي، الفتحه النبي بكام واديله عرقه ويدينا عرقه. طب هو بيبان سن الحاجه مثلا من سنانها يعني من السنان؟ من سنانها. بص ايوه دي لبنيه كسر 4 سنات اهي. تمام. لسه صغيره. السن ايوه كسر 4 سنات بس. انا عايزك توضحها للساده المشاهدين. 4. بص دول لسه صغيرين. دي هيبقى كده 5 وجنب الثاني يبقى 6 لحد ما تجيب 5. تمام. احنا شاكرين الفضل وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب.